السلام عليكم. النهارده طبعا حبيت اصور معاكم فيديو كده عن طلبة الثانوية العامة. طالب الثانوية العامة بيفضل كام شهر مضغوط، وبيفضل الضغط مسيطر عليه، وممكن ما يعرفش يركز في المذاكرة بتاعته بسبب ان هو بيعاني من ضغط. عايز مثلا يدخل كلية طب، كلية صيدلة، كلية هندسة، فبيفضل تحت ضغط لمدة لا تقل عن 5-6 شهور. وممكن في ناس بتبدأ بداية المذاكرة كمان قبل يعني هو في ناس بتخلص الثانوية العامة تانية ثانوي وتلاقيه ما يديش لنفسه فاصل، يخش على طول على ثالثة ثانوي بدون ما يدي لنفسه فاصل ان هو يرتاح ذهنيا وجسديا. فطبعا انا نصيحتي ليهم ان هم يهدوا عن نفسهم شويه. النجاح طبعا والطموح مطلوب، ولكن انت نصيحتي ليك في الثانويه العامه انك تلتزم بالفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها، تصلي الفرض بوقته، اياك ان تضيع صلاه الفجر، دائما وابدا صلي صلاه الفجر وذاكر بعد الفجر، ما تذاكرش بالليل. تنظيم وقتك مهم جدا، انك ما تضيعش وقت. لو انت عايز فعلا تذاكر المفروض حضرتك تذاكر بالنهار مش بالليل، وترتب نفسك على كده. في طلبه بتسهر تذاكر بالليل، بس هو الصح يعني تذاكر بالنهار. المفروض الساعه 12 ديت 11 تكون نايم في سريرك. التليفون ده تسيبه قبل ما تنام بساعتين كمان، بحيث انك تبقى انت خلاص مرتب امورك. صلاه الفجر مهمه جدا، لانك لو صحيت في صلاه الفجر في ميعادها وصليت الفجر خلاص انت اوريدي يومك بدا، تبدا تذاكر وترتب امورك. خليك ملتزم، لان الالتزام بيبقى الالتزام مع المجهود دائما بيترجم في نجاح. انك تكون ملتزم في حياتك، ما بتسهرش وتضيع وقتك في الكلام الفاضي، فيسبوك، جوجل، يوتيوب، الكلام ده كله. ركز على حلمك. هي كلية الطب والهندسة مش نهاية المطاف، بس انت في مرحلة يجب ان تبذل بكل ما اوتيت من قوة في المذاكرة واجتهاد والتزام، وتراجع مرة واثنين. ولما مثلا بتيجي مثلا تحل مسألة رياضة، او مثلا عندك ماده الرياضيات او اللغه الانجليزيه او اللغه العربيه، انت مثلا ذاكرت الدرس ده، حل تمارين كتيره من مصادر متعدده. يعني انت مثلا بتذاكر مثلا من الرياضه بالمعاصر ما تلتزمش بتمارين المعاصر بس، لا، حتى تمارين على النت. النهارده جوجل بقى متاح، تخش تجيب اي امتحان وكذا اشكال امتحانات. فانت ما بتحل الحاجه مره واثنين وثلاثه المعلومه بتثبت. حل من مصادر مختلفه. كتاب وزارة التربية والتعليم، أنا يعني لو كان في كتب أو لهم مراجع برضه حلها ما تسيبهاش. فأنت يعني إيه، ركز وحدد أهدافك أنت عايز إيه. وصدقني لو صليت الفروض في ميعادها، التزمت بصلاتك في ميعادها، حطيت لكل حياتك قوانين، إن شاء الله هتوصل للي أنت عايزه. يبقى إذا قلنا التزام مع اجتهاد هيدينا تفوق. هي المعادله كده، ملتزم ومجتهد، ان شاء الله باذن الله ربنا سبحانه وتعالى هيوصلك للحلم اللي انت عايزه. ذاكر عشان ما ترجعش تندم وتقول يا ريتني ذاكرت. الندم مش يعني، انت حتى لو انت عايز تخش كليه الطب وما ذاكرتش وما اجتهدتش وحاسس انت ندمان، خلاص ما هو الندم عمره ما بيرجع اللي فات. فانت ذاكر، ما تقصرش في مذاكرتك، نام بدري، كل كويس. وعلى فكره بقى عايز اديكم يعني العب رياضه. الناس اللي بتفضل تذاكر 12 شهر حتى ما بتحركش تلاقي عمل كرش، لا، العب رياضه. خصص مثلا من يومك جزء ولو نص ساعه تلعب حتى تمارين في البيت، تطلع تتمشى، بس التزم. يعني انت نظم حياتك يا جماعه. عمر ما كان التفوق بكتر المذاكره. انت ذاكر المذاكره المعقوله، انك تذاكر المواد باستمرار. خدت مثلا النهارده حصه في اللغه الانجليزيه، لا، ذاكرها. ما لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. يعني انت خدت النهارده لغه انجليزيه في الدرس، اطلع ذاكر الدرس ده وراجعه مره واثنين وثلاثه، وحل اكسرسايز عليه مره واثنين وثلاثه من مراجع مختلفه. ما تركنش حاجه وتخلي الدنيا تكتر عليك. مثلا بتذاكر في العربي، الدرس اللي تاخده ذاكره، بحيث انك مثلا لما تحب تراجع الماده دي، خلاص انا ذاكرتها مره واثنين وثلاثه، ما احب اراجعها مش واخده معايا يوم، غير لما اقعد عليها اسبوع على ما اجمعها. فانا نصيحتي ليك في الثانويه العامه، طالب الثانويه العامه، ذاكر بكل ما اوتيت من قوه، لانها فتره سنه هتحدد مصيرك.
يا اما هتكون انسان محترم بين الناس، هتكون انسان محترم بينك وبين اهلك، بينك وبين نفسك وبين اهلك، هتكون ذات قيمه في المجتمع او لا. طب هل يا باشمهندس علام انت كده بتقلل من الناس اللي دخلوا كليات تانية؟ لا طبعا. في ناس دخلت طب وربنا وفقها وما شاء الله وصيدله وهندسه، وفي ناس تانية دخلوا كليات النهارده بقوا رواد اعمال وماسكين شركات وما شاء الله الدنيا واسعه يعني فاتحه معاهم وربنا رزقهم وبقوا مرتاحين ماديا. بس مش معنى ان انا بقول لك ان الطب او الصيدله او الهندسه، ما في كليات تانية كويسه جدا وممكن تثبت نفسك فيها. والحياه مش كلها طب ومش كلها صيدله ومش كلها هندسه، ولكن انت ذاكر عشان ما تحسش في يوم من الايام انك قصرت. ذاكر عشان ما تحسش في يوم من الايام ان انت ندمان، يا ريتني عملت كذا كنت هبقى كذا، ده انا زميلي بقى احسن مني، ده انا مش عارف الراجل اللي في قريتي او الراجل اللي ساكن معايا في المدينه بتاعتي بقى احسن مني، انا كان ممكن ابقى في مكانه تانية. ذاكر عشان ما تندمش في اي لحظه من حياتك. ونصيحه مني، شيل الناس السلبيين من حياتك. اي بني ادم سلبي في حياتك اعمله ديليت، انا مش عايزك. ده انت، لان دايما الناس المحبطين هيرجعوك ورا مش هيجيبوك لقدام. وصدقني طول ما انت ماشي صح وبتجتهد وملتزم وبتخاف الله في كل حاجه، ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك. ولو انت في فكره في دماغك ابدا بالفعل، ما دام بتبتغي بيها مرضات الله وراجل، وطالما ما فيهاش حاجه حرام وكل حاجه فيها حلال، اعمل دراسه جدوى ليها كويس جدا وادرس الفكره واتعلم عنها كل حاجه، وبعد كده ابدا طبقها. ربنا سبحانه وتعالى يوفقك فيه. فكل ما هو انسان سلبي في حياتك شيله وامسحه باستيكه. ودايما لما صاحب الناس المحترمه، صاحب الناس المثقفه، ما تقعدش في بيئه مش بيئتك. وده على فكره مش انا بقول لك تبقى متكبر، لا، انت ما تقعدش في بيئه مش بيئتك. كل انسان عارف اللي يمشي معاه ايه واللي ما يمشيش معاه ايه. صحابك اللي مش كويس منهم غيره، انت مش محتاجه في حاجه. اللي مش انسان كويس ومحترم وهيشدك للخير ما تمشيش معاه. الانسان اللي كويس اللي هيساعدك على طاعه ربنا سبحانه وتعالى، واللي لو جيت تنحرف هيقول لك حاسب. انت بص، صاحبك الكويس لما تيجي تعمل حاجه غلط هتلاقيه هو اول واحد يقول لك انت بتعمل حاجه غلط. اللي مش كويس سيبه هيقول لك سيبه يتمادى في اللي هو بيعمله. فدايما خليك دقيق جدا في اختيار اصحابك. الرفيق قبل الطريق، الرفيق قبل الطريق. نرجع لموضوعنا بتاع الثانويه العامه. ذاكر بكل ما اوتيت من قوه، ما تضيعش وقت. انسى، انا عايزك تنسى السنه دي بالذات، عايزك تنسى حاجه فيها اسمها سوشيال ميديا. السنه دي بالذات انسى حاجه فيها سوشيال ميديا. في دراسه كانت معموله في الولايات المتحده الامريكيه، كانت معموله تقريبا في كاليفورنيا، ان الطلبه اللي يعتمدوا على الانترنت ويعتمدوا على جوجل في المذاكره تحصيلهم قل بنسبه 15%. ركز من الحته دي، على الحته دي قوي. في دراسه حديثه معموله في كاليفورنيا في امريكا اكدت ان في طلاب كتير جدا بيشتكوا ان تحصيلهم قل بنسبه 15% لما اعتمدوا على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي السوشيال ميديا او الشات جي بي تي او الجيميان او الكلام ده كله. فدايما المعلومه اللي تجيبها من كتاب عمرك ما هتنساها. المعلومه اللي هتجيبها من مرجع عمرك ما هتنساها، لانك البحث نفسه في طيات الكتب وفي طيات المراجع والبحث بين السطور عمرك ما تنسى المعلومه غير لما تاخدها على الجاهز. ما تعتمدش قوي على المعلومات اللي جايه من شات جي بي تي والجيميان لانها مش دقيقه، وان كانت دقيقه تبقى دقيقه بنسبه. فدائما وابدا اي معلومه تحصل عليها من جوجل خليك دقيق انك تصل الى المرجع اللي انت جبته منه المعلومه. فطالب الثانويه العامه ما يعتمدش قوي على حل المسائل في جوجل او الشات جي بي تي او الجيميل لانها مش هتكون دقيقه. فنصيحتي ليك، معادله النجاح هي الالتزام بلس الالتزام هيدينا تفوق. يبقى معادله النجاح الالتزام بلس
الاجتهاد بيدينا تفوق. ملتزم ومجتهد ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيكلل ذلك بالنجاح والتفوق ان شاء الله. وانا بتمنى التوفيق لطلبه الثانويه العامه، وصدقوني ذاكروا ما تحاولوش تقصروا، وربنا سبحانه وتعالى هيحقق كل حلم واحد فيكم. تاكد انك ما جبتش كليه الطب ديت، تاكد انك ربنا سبحانه وتعالى رايد لك الخير، بس لازم تسعى ولازم تقاتل على حلمك. اوعى تضيع وقت عشان بعد كده ما تندمش وتقول يا ريتني ما ضيعتش الوقت ده، كنت انا هبقى في كليه طب النهارده، كنت هبقى في كليه صيدله، كنت هبقى في كليه مثلا طب بيطري، كنت هبقى في كليه هندسه. ما تضيعش وقت، ذاكر. العالم النهارده رايح لاتجاه العلم، الترند اللي جاي كله في العالم كله اللي هيحترم العلم جدا. الايام اللي جايه هيبقى العلم ليه اعتبار، وهيبقى العلم في مرتبه عاليه جدا عند كل الدول، مش هيبقى دول محدده. المجال اللي جاي الاهتمام هيبقى الاهتمام بالناس المتعلمه. فانت ذاكر واجتهد والتزم، واستعين بالله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. وربنا سبحانه وتعالى عمره ما هيضيع تعبك، لانه عارف انت قد ايه، هو اكتر حد عارف انت تعبت قد ايه، وهو مطلع عليك وعلى مجهودك. يعني ما هو انت ممكن تذاكر وتتعب وربنا سبحانه وتعالى يوفقك مش لمذاكرتك، لتعبك ولمجهودك. فانت حاول في الحاجه اكتر من مره، وربنا سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر هيوفقك، لانه عالم بيك وعارف نواياك ايه. يعني ممكن واحد يكون بيذاكر عشان يخش كليه الطب عشان يساعد الناس، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اعلم بيه. يعني هو نفسه هو بيذاكر يقول يا رب انا بذاكر عشان ابقى راجل دكتور واساعد الناس الغلابه والناس المحتاجه والناس الفقراء. ربنا سبحانه وتعالى هيوفقه لان النيه سليمه. ربنا سبحانه وتعالى لما بيجي ينظر الى الناس ما بينظرش الى الصور ولا الاشكال، ينظر الى قلوبكم. فبالتوفيق للجميع، واتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، وان يكون قدرت افيد الطلبه اللي بصراحه يعني ربنا يعينهم، هم مضغوطين، انا عارف ان هم مضغوطين، وربنا يوفق الجميع. وعم عبد الرحمن يا علي ذاكر، عشان انا منتظر منك حاجه كبيره، واول ما ارفع الفيديو ده على اليوتيوب ان شاء الله هبعته لك. يلا بالتوفيق يا حبيبي.